تحية طيبة لكل المشاهدين والمتابعين. فقط أرغب أن أتحدث. سؤال دائما يطاردني: لماذا المواطن المغربي يعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل المغرب؟ لماذا لا نعطي الأهمية الكبرى للمواطن المغربي لتتبع الشأن السياسي وللمشاركة السياسية؟ دائما نتحدث عن العزوف السياسي ولا نربطه بأحقية المواطن المغربي، يعني كحلقة قوية في تملكه للمعلومات، وأن يصبح مطلعا على كل كبيرة وصغيرة تقوم بها الحكومة. يعني من بين القضايا الأكثر التي طرحت في الآونة الأخيرة وهو مشكلة أو قضية مستوردي لحوم، مستوردي الخراف، 18 شخصا أو شركة. وبالتالي هناك من يقول حسب يعني البعض بأن هناك 100 شخص وشركة، ويعني التصريحات يعني داخل المواقع ونزار تبع لنزار البركة أن هناك فقط 18 شخصا. إذن المشكل من نصدق يعني واش 18 شخصا، ولا نصدق أن هناك 100 شخص هم الذين استفادوا من هذه العملية؟ لننظر إلى الأمر يعني بنوع من الإجمالية، أن المواطن يظل هو الحلقة الأضعف في تملك هذه المعلومات، وبأنه يعني لا يستفيد أي شيء، يعني سواء كانوا 18 أو 100. فإن يعني ثمن اللحوم بالمغرب ظلت طيلة سنة 2024 و2005 وبداية 2025 مرتفعة، وبالتالي يعني أن المواطن المغربي ظل تحت، يعني كما نقول، بين المطرقة والمسدان. لم يتملك الحقيقة الكاملة، ولم يعرف من استفاد من هذه العملية بشكل يعني موضوعي، ولم يعني يستفيد كذلك من انخفاض يعني أسعار اللحوم، وبالتالي يجد نفسه في دوامات الحروب، يعني حروب الأرقام، وكذلك البلاغات والتصريحات المضادة. دائما نقول بأن المواطن يعزف عن ما هو سياسي، وبالتالي هذا العزوف مرده إلى مثل هذه مرده إلى هذه التصرفات التي تقوم بها الحكومة في تجاهل المواطن المغربي. إذا أردنا انتخابات نزيهة وديمقراطية ومشاركة فعالة للمواطنين، فإن أول ما يمكن أن نقوم به هو أن نبلغ المواطنين يعني أن تكون حسن النية وبالأرقام الحقيقية التي قامت بها الحكومة في عمليات، يعني في كل عملياتها. لا أقول عمليات استيراد الخراف، ولكن في كل عملياتها، ولا تترك مجالا للشك والريب لدى المواطن. وبالتالي يعني تؤسس لفعل يعني عن طريق البلاغات الحكومية المضبوطة بالأرقام والأسماء وبالتواريخ، حتى لا تترك المجال للتأويل وللشك. يعني إذا كنا أمام حكومة ذات مصداقية ومنتخبة، فإن أول ما تقوم به لدحر هذه الشكوك ولدحر هذه التصريحات أن تخرج اللائحة الكاملة لمستوردي الخراف ومن استفاد من هذه العملية وكيف تمت هذه العملية. ويعني رغم المرور ديال أكثر من سنة على هذه العملية، فإننا نلاحظ نوع من التكتم والتستر على بين قوسين على هاد 18 شخص. ومن طبيعة الحال يعني بينهم كما تم تسريب برلمانيين، شخص من القنيطرة، برلماني من القنيطرة وبرلماني من بني ملال. وبالتالي
نجد أنفسنا دائما في دوامة هذه الحروب، حروب التصريحات وحروب الأرقام. لا ندري مع من تتعامل هذه الحكومة، هل تتعامل مع مواطنين مغاربة أم تتعامل مع مواطنين خارج المغرب. وبالتالي يجب التفكير ماليا بأن إرساء الفعل السياسي داخل المغرب يتطلب جهد كبير وشفافية أكبر ومسؤولية أكبر، ويعني القيام بما يمكن القيام به من أجل إيضاح الصورة لكل المواطنين. شكرا على حسن المتابعة.